انا الحمد لله المحتوى اللي انا بعمله محتوى محترم. اللي عايز يخش يتفرج عليا اهلا وسهلا بالاحترام، انما اللي هيقل ادبه هياخد فوق دماغه، لان انا بعمل محتوى احسن من اللي بيعمله كمان محمد رمضان. دلوقتي هنخش بقى في الجد، وهعمل لكم مشهد في بيتنا رجل للفنان الكبير حسين رياض والفنان العالمي عمر الشريف. ولو عجبك اشترك في قناة زعيم الفن والتقليد واللايك والشير وتعليقك الحلو. يلا بقى بينا نخش. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عمي. يا ابني أنا عمري ما اشتغلت في السياسة ولا مشيت في مظاهرات، لكن بعد السن ده كله وبعد ما بقيت مسؤول عن عيلة فتحت بيتي لناس متظاهرين. اكد لك يا عمي، اللي انت عملته ده مش اقل وطنية من اي واحد وطني. مش معنى يا ابني اللي أنا قعدتك في بيتي يبقى أنا بشتغل في السياسة. كنت زمان وأنا في سنك كان ليا في السياسة، لكن بعد ما كونت عيلة خلاص نسيت السياسة. انا مش عارف اشكرك ازاي يا عمي. فتحت لي بيتك وعملت لي زي ابنك ومحي. انا مش هلاقي صديق احسن منه. وكمان الست الحاجة عملتني زي ابنها. انا مش عارف، ايدك ابوسها. استغفر الله يا ابني، ده أقل من الواجب، إنما أنت ناوي تعمل إيه لما تنزل من؟ بصراحة يا عم مش عارف. انا همشي بكرة بعد اذان المغرب اول ما الناس تيجي تفطر، ومش عارف انا رايح فين. بس اللي انا ناوي اعمله اللي خرج ابراهيم وشكري ومحمود. ولازم مصر تفضل حرة. لازم حاجة كبيرة، حاجة كبيرة يا عم. ربنا يوفقك يا ابني. اهو المحتوى اللي احنا نعمله، لو عجبكم اشتركوا في القناة. شكرا.